قبل أقل من 4 أيام من أولى مواجهاته في مونديال بلاد مانديلا، يواصل المنتخب الجزائري تحضيراته لموعد سلوفينيا، وكانت حصة اليوم مغلقة شارك فيها جميع اللاعبين بمن فيهم حسن يبدأ وحبيب العيد. هذا الثنائي الذي انضم إلى المجموعة وشارك في المباراة التجريبية في وقت بدا فيه التركيز عاليا مع اقتراب ساعة الصفر. نحن نعيش أجواء جيدة والأمور تسير على أفضل حال، نحن كعائلة، وهذا سيفيدنا في قادم الأيام حتى نقدم مباراة جيدة هذا الأحد. وبعد تأكيد الاتحاد الدولي لكرة القدم رفع العقوبة رسميا عن الحارس فوزي الشاوشي، تنفس الأخير السعداء بعد الأنباء التي سرت حول إمكانية تسليط العقوبة عليه بمباراتين وعدم احتساب المباريات الودية لمنتخب بلاده. جميع اللاعبين بدأوا في لياقة بدنية جيدة بعد التأقلم مع المكان، وتشكيلة سلوفينيا تبدو أكثر اتضاحا في ذهن شيخ المدربين، ومباراة الافتتاح يعتبرها الجميع مفصلية. هذا أمر واضح، عندما تضع قدمك في جنوب إفريقيا وترى الأجواء والناس والتحضيرات إنه أمر استثنائي. نعرف أنه تنتظرنا مباراة مهمة ضد سلوفينيا، والضغط بدأ يتصاعد، وعليه بدأنا بالتحضير الجدي لهذا اللقاء لأنه منافس قوي، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل الفوز عليه.